كانش عندي غير صباعين موز، قلت لا لازم استغلهم واعمل بيهم حاجه خطيره. انا مش عارفه ازاي ما جربتش الوصفه دي قبل كده، بجد كده خطيره. قشرت الموز ورحت رمياه في اللبن المغلي. تعالوا نشوف ايه اللي حصل، حاجه كده فوق الخيال، بجد هتعجبكم جدا. شوفوا الفيديو للاخر وتعالوا يلا نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا غاليين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. ويلا بينا ندخل ونشوف مقاديرنا ايه وطريقه تحضيرنا. يلا بينا. واول حاجه معانا على النار هبتدي اجيب حله او ابتدي اجيب اي كزرولة، طبعا تقدري تستخدمي الكميه دي او اكتر كمان لو انت حابه. هحط عليها كوبايه من اللبن وابتدي اول ما اللبن يبتدي ان هو يغلي معانا هبتدي انزل بصباعين الموز، هبتدي اقشرهم كده كويس وابتدي ان انا انزل بالموز في قلب اللبن او في قلب الحليب زي ما بعض الدول بيقولوا عليه. هبتدي بقى دلوقتي انزل بربع كوبايه بس من السكر، والسكر هنا حسب الرغبه، لو عايزين تزودوا الكميه تقدروا تزودوها. هنا بقى بعد ما ابتدى ان هو يغلي معانا هبتدي اجيب الهاند بلندر او احطه يبرد معانا وابتدي ان انا احطه في الخلاط وابتدي ان انا اضربه على طول. وبعد بقى ما ضربته كويس هبتدي اجيب نص كوبايه من الميه وابتدي احط عليها معلقه واحده بس من النشا وهقلبها كويس وابتدي انزل بيها على الخليط بتاعنا. وابتدي بقى ان انا اجيب شويه كده من الفانيليا واحطهم وهتدينا طعم خطير جدا. هبتدي بقى اقلب المكونات كويس جدا مع بعض عشان كل المكونات تبتدي ان هي تتجانس مع بعضها. واول ما تبتدي تعمل معانا كده فقاعات هبتدي اعرف ان هي كده تمام. هحط عليها بس لو عندي معلقه كده من القشطه، لو ما عندكيش تقدري ما تحطيش، بس انا كان عندي معلقه من القشطه هتدينا طعم برضو حلو جدا للوصفه بتاعتنا. اول ما ابتدى يعمل فقاعات وغلي معانا هطفي عليه واجيب بقى اي قالب عندي وابتدي ان انا اصبه كده بالشكل ده فيه. بصوا كريمي بقى وخطير بجد، طعمه فوق الروعه. بعد بقى ما صبيته كده في القالب بتاعنا ممكن برضو كمان نحطه في اطباق كده صغيره برضو للتقديم لو انتوا حابين. بعد كده هبتدي ان انا اسيبه يبرد تماما خالص، وبعد كده هبتدي اجيب قطعه كده من الشوكولاته الخام واحط عليها قطعه زبده او شويه زيت وابتدي ان انا ادخلها الميكرويف علشان تبتدي ان هي تدوب معانا او تسيح معانا. لو ما عندكيش ميكروويف تقدري تسيحيها على حمام بخار مائي على النار. هبتدي بقى اصبها بقى كده بالشكل ده على الخليط بتاعنا، بيبقى بقى طعمها تحفة جدا. تقدري بقى تفرديها، تقدري تسيبيها بقى زي ما انتوا شايفين كده. انا بقى ابتديت ان انا افردها كده شوية بالراحة علشان تتفرد على وش الطبقة الكريمي اللي احنا عملناها. عايزة اقول لكم تحلية سهلة وسريعة، مفيش ابسط ولا اسهل من كده. كريمي بقى وطعمها بجد كان خطير جدا. هفردها كويس وابتدي ان انا ادخلها الفريزر لمدة نص ساعة، هتبتدي ان هي تتماسك معانا. ولو مش مستعجلة خالص ممكن تدخليها التلاجة عادي وتقعديها كده وتقعد معاكي ساعة علشان تتماسك كده ويبقى طعمها حلو جدا معاكي. انا طبعا كنت مستعجله، حطيتها في الفريزر لمده نص ساعه وابتديت ان انا اطلعها من الفريزر. بصوا شكلها خطير. طلعتها بقى من الفريزر وابتديت ان انا اخد بقى كده، بصوا كريمي بقى ودايبه بجد فظيعه. يلا بقى يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش يلا قبل ما الفيديو يخلص تعملوا لي لايك. انتوا ما بتعملوش لايك ليه؟ اعملوا لي لايك لاحلى تحليه خطيره وطعمها خطير، كريمي وطعمها حلو قوي. هتنفعنا بقى في الصيف عشان انتوا زي ما انتوا شايفين كده الصيف داخل علينا باقصى ما فيه. يعني بصوا احلى تحليه بجد هتاكلوها صيف، وسهله وبسيطه وسريعه وكمان اقتصاديه وما فيهاش اي حاجه. جربوها وقولوا لي رايكم ايه. كنت معاكم مي امين واستنوني في وصفات تانية جايه كتير.